السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة ان شاء الله زي ما وعدتكم اول فيديو هنشرح فيه منهج تالتة ابتدائي الجديد. النهاردة هنشرح يونت 1. يونت 1 يعني الوحدة الاولى واللي هي بعنوان I feel happy. انا feel اشعر، happy يعني فرحان او مبسوط. ده عنوان الوحدة الاولى ان شاء الله. تابع معايا. اول حاجه هو lesson 1 الدرس الاول. هناخد طبعا في اول حاجه كلمات. هو هنا عامل لي كلمات وعايزني اكون جمله. طب انا عندي كلمه زي كلمه happy، ازاي اكون جمله؟ دي كده كلمه happy، دي كلمه. ازاي بقى اكون جمله؟ قال لي ان انا هحط قبليها انا feel اشعر، فاقول I feel انا اشعر I feel happy. كده بقت جملة انا اشعر بالسعادة. طب كلمة جعان يعني ايه؟ تعالى نستهجاها. hungry يعني جائع. فلما احط قبليها I feel اقول I feel hungry انا اشعر بالجوع، بقت جملة. بعد كده عندي كلمة تعبان أو مرهق. tired I feel tired أنا أشعر بالإرهاق أو التعب. طيب عكس كلمة happy حاجتين. أول حاجة ممكن أغير الكلمة خالص وأقول happy عكسها sad، وممكن لو أنا عايزة أستسهل الموضوع أقول happy أحط قبل كلمة happy المقطع ده اسمه ينفي على طول الكلمة. يبقى happy فرحان، unhappy غير فرحان. وممكن أقول sad يبقى I feel sad أنا أشعر بالحزن. غاضب اسمها ايه بقى؟ ايه؟ angry غاضب. خلي بالك اوعى تتلخبط ما بين كلمة angry وكلمة جعان hungry. تمام كده؟ يبقى angry غاضب I feel angry انا اشعر بالغضب. كلمة عطشان اسمها ايه؟ انا نستهجى thirsty عطشان. اوعى تتلخبط برضو ما بين كلمة عطشان ورقم 30 واللي هو اسمه ايه بقى؟ نفس الحروف TH 30 من غير الاس ساوند، مش هنطق حرف الاس. دي اسمها 30 لكن عطشان thirsty I feel thirsty عطشان. متحمس excited I feel excited. دي كده الفوكاب او الكلمات اللي موجودة في lesson 1. بعد كده هنا هنلاقي في الكتاب معانا بيديني القطعة او المحادثة او الريدنج ايا كان. يلا نبدأ نقراها. نمبر 1 الولد ده بيقول ايه؟ بيقول I feel happy انا اشعر بالسعادة today اليوم. وهيبدأ يسأل بقى السؤال الشهير بتاعنا واللي قايم عليه الدرس كله، وهو اسمه ايه؟ how الاو والدبليو بننطقها how do you feel كيف تشعر. how do you feel هنا ردت عليه هنا وقالت له I feel أنا أشعر excited بالحماس. Daddy is coming home بابا راجع البيت soon قريبا. راحت سألت يوسف السؤال بتاعنا برضو اللي هو how do you feel. احفظوا مع بعض how do you feel. يوسف how do you feel يوسف حاسس بإيه يا يوسف؟ رد عليها يوسف قال لها ايه؟ قال لها it's hot يعني حران. I feel thirsty يبقى هو feel thirsty بالعطش. رد على كده قالت البنوتة دي me too أنا أيضا and وكمان I feel hungry أنا أشعر بالجوع جعانة.
رد قالت let's. يعني ايه كلمة let's معناها هيا بنا، ولازم يجي وراها فعل في المصدر من غير اي اضافات. فاقول let's go يلا نذهب، let's play يلا نلعب، let's sing يلا نغني. هنا هي قالت let's go يلا نروح to the kitchen المطبخ. هيروحوا المطبخ ليه؟ to have عشان نتناول something. قسم الكلمة عشان الكلمة كبيرة. something to eat عشان ناكله. ودي كانت المحادثة اللي موجودة في lesson 1 أو قطعة reading الموجودة في lesson 1. نقلب بعد كده هنلاقي قطعة reading تانية بتقول ايه؟ عنوانها بيقول how كيف does mommy feel. how does mommy feel كيف، لأن how معناها كيف. مامتي feel تشعر. كيف تشعر أمي؟ ماما حاسة بإيه؟ هنا بتقول ماما how do you feel كيف تشعري؟ حاسة بإيه؟ الأم قالت لها I feel unhappy أنا مش فرحانة and tired وتعبانة كمان. هنا ردت عليها قالت لها why. الW تقول لي الاتش سكوتي فمش هننطق الاتش ساوند. why ليه يا ماما؟ ماما قالت لها because علشان I have أنا عندي a lot of things to do. I have أنا عندي كثير من الأشياء to do اللي هعملها. and وكمان I must أنا لازم clean the kitchen أنظف المطبخ. هنا قالت لها I can help you أنا ممكن أساعدك. and وكمان so can هاني وهاني كمان كان يستطيع أن هو يساعدنا. we can نحن نستطيع clean ننظف the kitchen هننظف لك المطبخ. ماما ردت عليها قالت لها are هل. are في الأول معناها هل. are you sure انت متأكدة؟ قالت لها yes طبعا. it's good حلو جدا حاجة good جيدة to help you ان احنا نساعدك. مامي قالت لها now دلوقتي I'm very happy أنا فرحانة. thank you شكرا. you are انتي very kind طيبين kind طيب. children أطفال kind طيبين. ودي كانت قطعة الريدنج التانية. طيب نيجي هنا بعد كده عندي بقى ايه sing غني وعطيني الأغنية عشان يأكد على فكرة كلمة I feel ويتأكد على الصفات thirsty angry ويخليني احفظهم كويس. نقلب مع بعض. بعد كده بقى هو بيجيب لي كده بيقسم لي او بيخرج لي القاعده على جنب لوحدها في الكتاب هنا اللي معايا بيخرج لي القاعده لوحدها. فهو بيقول لي ان الدرس كله ده قايم على حاجه واحده بس وان انا اسال حد كيف تشعر. فهجيبها له ازاي؟ كيف ده اداه استفهام اسمها how. طبعا الاو والدبليو ينطقها او يبقى how do you feel كيف انت تشعر حاسس بايه. فيعرفني ازاي ارد عليه. فلما حد احب اسال حد انت حاسس بايه فهقول له how do you feel. طب حد سالني انا بقى وقال لي how do you feel حاسه بايه how do you feel هقول له انا feel اشعر واقول له اي الحاجه اللي انا حاسه بيها. البنوته دي بتقول ايه؟ قالت I feel angry انا اشعر بالغضب. اتفقنا كده؟ بعد كده بقى هنا يبدا يديني بقى questions بقى. وهنا الرايتنج كورنر اللي خاص بالكتابة دي حاجة كويسة جدا في الكتاب ده. بدل ما اكتب لابني في كشكول بقى لا او في كراسة لا هي موجودة عندي هنا اهو الكلمات اللي احنا نحفظها. sad حزين happy فرحان excited متحمس thirsty عطشان hungry جعان tired تعبان feel يشعر angry غاضب. يبدأ يكتب هنا هيقلب البيج هيلاقي هنا في activities او الاكسرسايزز اللي احنا بنحلها جميلة جدا. يبدأ يحلها. لو في اي حد بعد ما يحل عنده مشكلة في الحل او اي سؤال يكتبولي في الكومنتس وانا ان شاء الله هرد عليه. ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي في lesson 2. باي.